السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أعزائنا الكرام. أعلن فريق بيترو أتلتيكو لكرة القدم الجمعة 17 مارس 2023 تعرض لسوء المعاملة بأسلوب عدائي خلال وصوله إلى الجزائر، حيث تنتظره مباراة أمام مضيفه شبيبة القبائل يوم السبت 17 مارس برسم الجولة الخامسة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا. اشتكى نادي بيترو أتلتيكو حسب ما جاء فيه بلاغ له نشر في حسابه على مواقع التواصل فيسبوك تعرضه لمضايقات وسوء المعاملة والعداء إثر وصوله إلى الجزائر العاصمة استعدادا لمواجهة مضيفه شبيبة القبائل. وأشار النادي الأنغولي إلى أنه خلافا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الإفريقي الكاف لم يجد ظروف الاستقبال لازمة، بحيث أن بعثة النادي بقيت عالقة في المطار لمدة ساعة ونصف تقريبا لتسجيل الأمتعة، كما تم احتجاز فريق تحليل الأداء. وأشار بيترو أتلتيكو إلى أن نظيره الجزائري خصص له حافلة متهالكة تماما غير صالحة للتنقل حسب ما جاء في البلاغ، والكراسي متضررة ومتسخة، معتبرا هذا الأمر غير مقبول في أكبر مسابقة على مستوى الأندية في إفريقيا. وادعى الفريق الأنغولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه النازلة، وأن يكون صارما مع الفرق التي تلجأ لهذه المسارات. وقالوا: نحن بيترو أتلتيكو دي لواندا نختار دائما الممارسة الجيدة، ونفهم أن مستقبل كرة القدم الإفريقية يحتاج إلى إعادة النظر بشكل عاجل، لأن هذا السلوك يشوه السمعة الطيبة لكرة القدم الإفريقية.